صناعة مجدا جديد للمغرب على مستوى كرة القدم. نحي الفيكتوار لا فيكتوار مي يا خويا الإخراج التلفزي يفو دير لا فيريتي تكنيك ليماج الجمهور التيران. 5 دول إفريقية راسلوا المقاولات المغربية من أجل بناء ملاعب 2027 في كأس إفريقيا. جاو الإكسبيريونس هم جايين حبة حبة بقوة، عندهم حريفية في كل شيء. دوك ولات المغرب مهارة، مدربين يطيروا في الخدمة في هذا الملعب الجميل في هذه المدينة الرائعة في مدينة طنجة. المغرب اليوم بالصورة نتاع المنتخب نتاعها قاعدة تعمل في ماركتينج لنفسها حقيقة استثنائي. بعاد كل البعد باش نقرعوا المغرب اكزامبل على ماتش اميكال اللي صار على مستوى النتيجه وحتى على مستوى الاداء. اوكي الكوب دافريك صعيب برشا راك تفوز به. معناها تخيل انك دوزيام تور ولا انك تكون في البوديوم في كاس افريقيا. صعيبه ما نجموش من نعيمه من هانا موجودين هنا باش تقنعني اللي راهو تنجم تقارع على المغرب افضل منك نعيم. انا نرى كوب دافريك صعيب برشا راك تفوز به، وهذه حقيقه، وانا ما نبيعش الاوهام باش نقول لك رانا اوني كابابل وندخلوا في الشعبويه. العياري هكا ديما بيحكي بالواقعيه. انا نجيك ماتش المغرب اللي تلعب بعاد كل البعد باش نقرعوا المغرب اكزامبل على ماتش اميكال اللي صار شلكنا في المغرب على مستوى النتيجه وحتى على مستوى الاداء. اوكي ماناش كاملين لو لعبنا ونقعوا عذار كل مره. لا ولا لا انا مش كاملين ماناش كاملين اوني با كابابل معناتها. اليوم انا مع انه المنتخب تطرحنا توا خير انيس. ما علاش نمشيو انا خير من البريود هذيك توا خير. نعم باش ما نكبروش الامور. لا مش نكبروا. ماناش الفافوري معناتها ماناش المنتخب اللي باش كي ما نبداوش فافوري. منذ اللحظة اللي بدا فيها الماتش كان باين أن المنتخب المغربي داهل بواحد الطريقة مختلفة، عقلية قوية وطموح كبير. ولكن المفاجأة ما كانش في الفوز ديال المنتخب المغربي على موزمبيق، بل في كيفاش بعض المنابر الإعلامية الجزائرية والتونسية استقبلته مباشرة بعد صافرة النهاية. الوجوه تبدلات، النبرة تبدلات، والتعليقات ولات متوترة بطريقة باينة، وكأن النتيجة ضربت توقعاتهم في العصب. في الإعلام الجزائري اللي كان كيتسنى أي تعذر من المغرب، لقى راسو وجه لوجه مع سيناريو ما كانش في الحسبان. محللين كانوا نهار قبل كيهضروا بثقه زايده وكيقلوا من القوه ديال المغرب، ولقاو راسهم في موقف محرج كيحاولوا يبروا فيه بلا ما يبان عليهم الارتباك. شي كيعلق على الحظ، شي كيحاول يدخل ظروف جانبيه، وشي بركه غير كيدور في الكلام بلا معنى، حيت الحقيقه اللي فوق الميدان واضحه وما فيهاش نقاش. حتى المواقع الالكترونيه الجزائريه خرجت بعناوين بارده وكانها كتبحث على اي طريقه باش ما تعطيش قيمه كبيره للفوز المغربي، وهذا الشيء في حد ذاته كيبين حجم المفاجاه اللي عاشوه. اما الاعلام التونسي فبدوره تعرض لواحد الصدمه اللي ما كانتش محسوبه، حيت بزاف من المحللين بان عليهم التردد منين شافوا المستوى اللي قدموا ولاد المغرب. كاين اللي اعترف بالقوه ديال المنتخب وقال بان هذا المستوى نتيجه عمل كبير، وكاين اللي حاول يخفف من قيمه الفوز، ولكن النبره كانت ضعيفه قدام الواقع اللي شافوه الناس كاملين. الاستوديوهات الاعلاميه رجعت كتقلب في اللقطات باش تلقى اي مبرر منطقي، لكن ما لقات حتى شي تفسير كيوقف قدام الهيمنه اللي دارها المنتخب المغربي في الميدان. هذا الشيء خلق ارتباك واضح في النقاشات، وفضح بزاف ديال الاراء اللي كانت مبنيه على التصورات وماشي على التحليل الحقيقي. وحتى في السوشيال ميديا التعليقات زاد بيمت ان الفوز كان مفاجئ عند بزاف ديال المتتبعين في الدول الجاره. الفوز ديال المغرب ما كانش غير 3 النقاط، كان رساله كبيره على الجاهزيه والتطور والثقه. المنتخب داخل كل ماتش اليوم بطريقه احترافيه، وهذا الامر خلى بعض المنابر اللي كانت كتقلل من قيمته تراجع كلامها وتحاول تفهم شنو تبدل في السنوات الاخيره. الاداء المغربي كان قوى من التوقعات، وهنا كانت الصدمه الحقيقيه، حيت بزاف ديال الاعلاميين اكتشفوا ان الكلام اللي كانوا كيروجوه ما بقاش كيواكب الواقع. المغرب في هذه المباراه ربح اكثر من نتيجه، ربح راس تيرام جديد وفرض واقع جديد كيخلي الكل يعيد حساباته. وبينما الجماهير المغربيه كانت كتحتفل، بقات المنابر الاخرى كتحاول تدارك الصدمه وتفهم شنو وقع بالضبط. وفي النهايه الملعب قل الكلمه ديالو، والاعلام اضطر يواجه الحقيقه اللي ما كانش باغي يسمعها. المغرب اليوم قوه ما يمكنش تجاهلها،